انت عايش بس ازاي تعيش مبسوط؟ تعالوا نشوف. انا فريدة مع برنامج مع فريدة، وربنا يهدي سرك. لو بصينا لحياتنا اليومية هنلاقي ضغوطات كتير قوي، في زحمة مواصلات، في جمعيات، في اقساط، في ولاد، في مدارس، في مذاكرة، في طلبات بيت، في طلبات زوجة، في طلباتك انت الشخصية. كل دي ضغوطات عليك، انا عارف. بس انت يومك كده كده ماشي، زعلان ماشي، فرحان ماشي. يبقى ليه نمشيه وانت زعلان؟ ندور على اللي يبسطنا ونعمل. الاحساس بالحزن او الكآبة او اليأس من وجهة نظري المتواضعة منقسم الى قسمين. اول حاجة حياتك اليومية. تاني حاجة الاحساس بالاكتئاب واليأس والعجز تراكمي، سنين مرت عملت لك طبقات، لما بتيجي تفتكرها بتحس انك مش مبسوط. في حياتك اليومية دور على الشيء الإيجابي اللي بيحول السلبيات من حزن لفرح. هقولك مثال. انت رايح الشغل الصبح مخنوق ومتضايق، والدنيا زحمة وعربيات كتير ونفس بتكسر عليك، وطول الطريق عمال تقف، وايه ده وليه، وزعلان ومتضايق. لو فكرت بس لحظة، كل الناس دي خارجة الصبح بتجري برضو على أكل عيشها، بتركب زيك مواصلات، مخنوقة زيك بالظبط، وربنا سخر كل ده علشان خاطر يسعدكم، عشان انت تروح الشغل وتشتغل وتجيب فلوس وتبقى مبسوط، وهما يروحوا الشغل ويشتغلوا ويبقوا مبسوطين. دور على عظمة الخالق في كده. زي ما انا رايح الشغل ومخنوق، هما برضو رايحين الشغل ومخانيق. حول تفكيرك من سلبي لإيجابي، هتحس بالرضا. هتلاقي مودك اتغير من النقيض للنقيض، وهتلاقي نفسك رايح الشغل مبسوط، ولو مش مبسوط بس على الأقل مش متضايق، على الأقل مش مخنوق، على الأقل مش عمال تشتم في كل الناس وأي حد تقابله. يبقى التفكير الإيجابي هو اللي حول مودك من الوحش للحلو. نفس موضوع العربية، من كتر الزحمة هتتأخر على الشغل، وعمال تضغط في نفسك قوي، هتأخر، هيعملوا لي خصم او هيعملوا لي ايه؟ طب ايه اللي هيحصل لي لما هروح؟ المدير هيعمل لي خصم، هيعملوا لي جزا. طيب نقف هنا شوية. من كتر اصل انت واقف في الزحمة مش هتحركها حاجة، انت كده كده واقف. نغير مودنا ونفكر في التفكير الإيجابي. والله هو اللي أنا شايفه إن اللي ربنا عايزه هيكون. عايزنا أتأخر وآخد جزا، هيكون. عايزنا أتأخر والموضوع يمشي، هيكون. طب أنا أتعب نفسي ليه؟ أتضايق ليه؟ أضغط أعصابي ليه اللي أنا متأخر وعايزة أروح دلوقتي الشغل، وهيحصل. لما حولت تفكيرك من التفكير السلبي للإيجابي، مودك اتغير، بقيت راضي ان اللي ربنا عايزه هيكون. هتوصل في ميعادك، هتتأخر، ايه اللي هيحصل لك؟ ده امر من عند ربنا. يبقى احنا غيرنا مودنا من السلبي للإيجابي. مثال تالت، مراتك منكدة عليك ومتخانقين ومخنوقين وضاربين بعض، وانتوا نازلين وقرفانين من بعض. وانت نازل في العربية كده لو فكرت شوية، هي صحيت الصبح، عملت فطار وروقت الشقة وجهزت الغدا لو هي بتشتغل، ولبست الولاد وجهزت شنطهم وجهزت الأكل اللي هياكلوه في المدرسة، وكل ده الصبح على دماغها. وممكن تكون شافت طلباتك كمان، عملت لك القهوة أو عملت لك سندوتشات أنت كمان مع الولاد. لو فكرت تفكير إيجابي إن الست دي تعبت، وممكن يكون من الضغط اللي حصل لها الصبح أعصابها شدت شوية وعلت صوتها شوية، وانت صغرت دماغك وعلت صوتك انت كمان شوية،
واتخانقتوا. لو حولت تفكيرك من التفكير السلبي اللي انتوا متخانقين بس للتفكير الايجابي اللي انت التمست لها العذر وقلت الست دي تعبانه وممكن شدت اعصابها دي اللي خلتها تزعق وانا زعقت قصادها، هتحس براحه نفسيه، لان مودك اختلف. مودك اختلف لما فكرت في الشيء الكويس مش في الشيء الوحش. وانتي كمان قاعده متضايقه ومخنوقه، جوزك اتخانق معاكي الصبح وانتي برضو بتشوفي الولاد والطلبات والبيت طب يتخانق معايا ليه؟ هو انا عملت له ايه؟ هيفضل مودك طول الوقت متضايق انه اتخانق معاكي وانتي شايفه طلبات البيت واتخانق معاكي يا ستي على غير وجه حق. طب ما تفكري شويه كده بايجابيه. الراجل ده وراه اقساط، وراه جمعيات، وراه شغل مضغوط فيه علشان الشغل ده اللي بيجيب فلوس بعيش البيت. هو رب البيت، مسؤول عن البيت، يعني اي تقصير منه انتوا هتضيعوا. ممكن من كتر التفكير وضغطة الاعصاب في الشغل وازاي يجيب فلوس، يسد هنا ويسد هنا وفلوس المدارس والجمعيات واقساط ومصاريف البيت والولاد، كل ده ممكن يكون ضغط على اعصابه، كلمة فلتت منه ضغط عليه وانتي برضو صغرتي دماغك وعملتيها خناق. فكرتي في التفكير السلبي اتخنقتي. لو فكرتي شوية في التفكير الإيجابي إن ممكن يكون حصل ده غصب عنه أو زوبعة فنجان زي ما بيقولوا، هتلاقي نفسك هديتي، هتلاقي نفسك مودك اتغير، هتلاقي نفسك بقيتي مبسوطة، حتى لو مش مبسوطة بس مش مخنوقة. لما فكرتي عدل بإيجابية الموضوع اختلف ومودك اختلف. ومثال تالت أو رابع، هنفترض انك اتطردت من الشغل او انك اتطردتي من الشغل. طبعا دي في حد ذاتها كارثه، وما نقدرش نمحي ان هي ممكن تخليك متضايق او مخنوق او متعصب. طب ازاي هفكر فيها بايجابيه؟ دي انا اتطردت من الشغل، ايه المدير كان متخانق مثلا؟ لا، ممكن يكون ربنا طردك من الشغل عشان مش عايزك هنا، في مكان تاني احسن، بوزيشن اعلى، مرتب اعلى، هو عايزك فيه، بيقطع رزقك من حته عشان عايز يوصله في حته تانية. ممكن يكون اتطردت من الشغل عشان تقعد مع نفسك وتفكر، طب ما انا ممكن اخد كورسات، ممكن ازود مهاراتي، انا لو مش ملتزم في الشغل وسبب سيبان الشغل ان انا مش ملتزم فيه فانا اتعلم الالتزام والمسؤوليه. كل ده لما يحصل وتيجي تمسك شغل جديد هتلاقي نفسك ملتزم، معاك كورسات، معاك لغة اللي انت اتعلمتهم نتيجة سيبانك الشغل اللي فات. فلما فكرت بإيجابية ان انا سبت الشغل لسبب يعلمه الله او انت كمان تعلمه، مهمل، مهاراتك قليلة، من غير لغة، وبدأت ان انت تفكر انك تنمي مهاراتك وتنمي لغتك وتنمي احساسك بالمسؤولية، وبعدين ربنا كرمك بالشغل اللي هو عينهولك، بقيت في بوزيشن اعلى، بقيت عندك فلوس اكتر، بقى مستواك المادي احسن، رغم ان هو ممكن تقعد بتفكر رغم ان هو ممكن كنت قعدت تفكر بسلبية طول الطريق، لا فكرت تنمي مهاراتك ولا فكرت تتعلم حاجة ولا تاخد كورسات، وفضلت زي ما انت مكتئب ويائس مش عايز تعمل حاجة. التفكير بإيجابية بس هو اللي قدمك خطوة لقدام، هو اللي خلاك لما تيجي وظيفة كويسة تقدم فيها وانت معاك مهاراتك، حولت دماغك من التفكير اليائس، من الاكتئاب، من الإحباط، إلى إنك بقيت شخص كويس وأحسن مما كنت كمان. وفي مثال مهم جدا أنا شفته كتير، البنت الجميلة، بنت الناس اللي كبرت في السن وعدى وقت زواجها، اللي بيقولوا عندنا بلفظ مش لطيف شوية ان هي بقت عانس. دي اكتر واحدة ممكن تحس باليأس والاحباط وقلة الحيلة، وان هي تعتبر منبوذة، بتحس نفسها ان محدش راغبها،
بتحس ان هي هتعيش وحيدة وتموت وحيدة، بتحس ان هي نفسها يبقى عندها طفل، بتحس ان هي ناقصها حاجة، ست مش كاملة. هتقولوا لي طب ودي هتفكر بإيجابية ازاي؟ هتطلع من اليأس ده ازاي؟ الموضوع صعب، صعب للي ما مرش بالنقطة ديت، ان هو ممكن يبقى مستهون بزعلها ومستهون بحرقة قلبها، بس هي فعلا ممكن تفكر بإيجابية. ممكن يكون ربنا مش عايزها تتلخم عنه. هي ست طيبة جميلة، تقرأ قرآن وبتصلي وقريبة من ربنا جدا. ممكن ربنا شايف ان هي لو اتجوزت وخلفت هتبعد عنه في لخمة الحياة. هو عايزها ليه؟ عايزها تفضل كده. ممكن يكون عندها مش دلوقتي كبيرة في السن، بس شوية كده هتكبر وهتعيا وهتبقى محتاجاها، تاخد برها وتاخد بإيديها وتعيش معاها وهي مريضة وهي حزينة، لحد لما ربنا يفتكرها وهي تقف على رجليها. ولو فكرت بإيجابية إن مش كل الدنيا جواز، ومش كل الحياة جواز، ومش كل الفرحة جواز، ومش كل العيشة جواز. كوني نفسك. أنا ممكن أبقى مش متجوزة بس في كارير كويس قوي، ممكن أبقى متعلمة كويس قوي، كل الناس بتشهد بتربيتي وأصلي. فكري بإيجابية. زي ما قلتلك مش كل الحياة جواز. لو فكرتي وطلعتي بره البوتقة دي ان مش كل الحياة جواز، لا مش مهم اتجوز، انا عايشة كويس، بشتغل كويس، معايا فلوس كويسة، راكبة عربية كويسة، عايشة في مكان كويس، عايشة مع امي بخلي بالي منها، او مع والدي، او مع الاتنين. كل دي تفكيرات ايجابية هتطلعك من حالة الاكتئاب اللي انت فيها، هتوصلك لانك تبقي مبسوطة. ولو مش مبسوطة هتبقي عايشة مش زعلانة. طيب ازاي انا كإنسان احول تفكيري من التفكير السلبي للتفكير الايجابي؟ ساعدينا. طيب ساعات ما بنقدرش نطلع بره البوتقة دي، ما بيبقاش في دماغنا حاجة نقدر بيها نحول تفكيرنا من السلبي للإيجابي. هقولك بعد الخطوات. أول خطوة، لازم تبقى ممكن ومتأكد 100% بقضاء الله وقدره. انت اتأخرت عن الشغل في زحمة، ربنا عايز كده. انت اترفدت من الشغل، ربنا عايز كده. انت فشلت في زواجك، ربنا عايز كده. انت اتطلقتي بدري، ربنا عايز كده. انت ما اتجوزتيش خالص، ربنا عايز كده. لو اقتنعت 100% ان كل اللي بيحصل لك او بيحصل لك في حياتك مجرد قضاء الله وقدره، نفسيتك هترتاح. لو البند ده بس حسيته وعشته واقتنعت بيه، هترتاح. هيبقى عندك صفاء، هيبقى عندك ارتياح نفسي، هيبقى عندك سلام نفسي. مش هتفكر في سلبية او في زعل او في اكتئاب او في قهر، لانك هتبقى عالم ان امرك كله بيد الله. تاني حاجة، ابعد عن الاشخاص المحبطين، ودول ما اكثرهم عندنا. هتلاقي ليك زميل في الشغل، هتلاقي فيه ليك جار، هتلاقي ليك قريب، هتلاقي ليك صاحب. لازم 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 هتلاقي شخص محبط في الجو اللي انت عايش فيه. طب مين هو الشخص المحبط؟ الشخص المحبط ده ان انت تبقى قاعد زعلان ومتضايق وتحكي له عن مشكلة تخصك. مثلا انا عربيتي اتخبطت النهارده، يقول لك ياه ايه القرف ده، هو مفيش غيرك؟ هي مش لسه مخبوطه الشهر اللي فات؟ هتجيب منين؟ ده انت عندك اقساط، ده انت عندك جمعيات، ده العيال في المدارس وعايزين قسط المدرسه. ويقعد يخبط 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 في دماغك، يخليك ان انت بدل ما انت شايل هم العربيه اللي اتخبطت، بقيت شايل هم المدرسه والعيال والبيت والمصروف والاقساط والجمعيات. بيقوم من جنبك وهو محطمك نفسيا 100%. لو حكيت له انك انت اتخانقت مع مراتك، اول ما هتقول له انا اتخانقت الصبح مع مراتي، هيقول لك ييه الستات دول كلهم فقر، الستات دول كلهم نكديين. يا عم طلقها، بدل كل يوم خناق كل يوم خناق، طلقها وارتاح. عارف بقى انت لو محيط
بالاشخاص الايجابيين او اللي روحهم حلوه، هتلاقيه لما تقول له انا عربيتي اتخبطت النهارده الصبح، يقول لك قول الحمد لله. فادت حد من عيالك، هيقول لك بدل اتخبطت صلحها وطلع حاجه لله، واحمد ربنا ان هي مش اكتر من كده. لو قلت له انك متخانق مع مراتك الصبح، هيقول لك يا عم طب ما تراعيها يا عم، راعي، ممكن تكون متضايقه، ممكن تكون مخنوقه، ممكن تكون كانت مكتئبه شويه، راعيها وقدرها والتمس لها عذر. ده الشخص الايجابي، مش الشخص المحبط. قوم بس انت قوم كلمها في التليفون وروق بالها، قوم بس انت قوم كلمها في التليفون وصالحها، قول لها كلمتين حلوين، هترجع هتلاقي البيت متروق والاكل مطبوخ وبتكلمك حلو وبتدلعك كمان يا سيدي. ده الشخص الصافي من جوه، الشخص اللي مش سلبي، الشخص اللي بيحب الخير للغير لانه هو اصلا خير. خلي بالك ان الشخص السلبي ده موجود وواضح، يعني انت لو مثلا نظرك ضعيف شويه ومش قادر تظهره او تعرفه في حياتك، لا هو موجود. هتلاقيه في قاعده طول ما هو قاعد يقول يوه الدنيا غليت، ده كيلو الجبنه بقى بكذا، ده تصليح انا صلحت العربيه امبارح وصرفت كذا، ده انا مراتي خانقاني، ده انا اولادي مش عارف ايه. طول ما هو قاعد يشكي من مراته، ويشكي من الشغل، ويشكي من مديره، ويشكي من المدارس، ويشكي من المذاكره، ويشكي من نفسه. يعني يقول لك ده انا تعبان ورحت لكذا دكتور ومش لاقي علاج، وهو كده شكاي، ساخط على كل حاجه حواليه، ساخط من نفسه شخصيا. وفي حاجه تاني مهمه جدا هتلاقيها فيه، انه دايما بيحب يدخل في خصوصيات الناس. هتلاقيه عايز يعرف عنك اكتر ما بيتكلم عنه. وانت عملت ايه النهارده؟ انت اخبار شغلك ايه؟ هو المشروع اللي انت حكيت لي عليه مشيت فيه؟ ايه ده انت مش قلت ان مراتك حامل؟ هي جابت ايه؟ انت مش قلت ان مراتك متخانقه مع اهلها؟ هم عملوا ايه؟ طول الوقت بيتكلم عنك، ما بيديلكش حتى فرصه انك تساله انت عامل ايه، لانه هو مش مهتم بنفسه، هو عايزك انت تحكي له علشان يديلك الشحنه، يطلع احباطه ويأسه فيك، يفضي فيك الشحنه السلبيه بتاعته. تالت حاجه، عود نفسك على الابتسام. الابتسام في الزعل والسخط والمشاكل اكتر من الابتسام في الفرح. انت لو ماشي الصبح وعربيتك اتخبطت، ابتسم وقول الحمد لله. الابتسامه بس. لو انت بتتخانق مع مراتك والصوت عالي والدنيا اشتدت، افتكر النقطه دي كده وابتسم وانت بتتكلمها. هدي صوتك شويه، يعني انت لو انتوا بتزعقوا افتكر البند ده، الابتسام. هدي صوتك شويه وابتسم في وشها. اتحداك لو هي ما بطلتش خناق والدنيا هديت والدنيا صفيت والدنيا راقت، مجرد انك انت ابتسمت. جسم الانسان ملمس كله على بعضه، هي شبكه ملمسه كلها على بعضها. انت بتزعق ومكتئب، دول اتقفلوا والبوس طلع ووشك احمر وضربات قلبك زادت والاوعيه انقبضت ومخك بدأ يدي نبضات او يدي اوامر بالهجوم. انت بتقولي كذا مخك يقول لها قول لها كذا، انت بتقولي كذا مخك يقول لها كذا. في كل جسمك مجرد ان انت كشرت وبدأ صوتك يعلى، جسم كله بيبدأ يدخل في مرحلة الهجوم. مع ذلك بيفضل التفكير السلبي ان انت حاطط نفسك في بوتقة ان انت مظلوم. احساس جلد الذات عندك بتحبه، انت بتحب احساسك ان انت تبقى حاسس ان انت مظلوم وان في حد ظلمك وان انت غلبان. لا، فكك من الموضوع ده كله وركز كده. خلاص انا اتظلمت والوقت عدى وكان ظلمني غصب عنه، خلاص انا مسامحه. طب اللي ظلمك بقصد، سرق منك حاجه، ضحك عليك في حاجه، نصب عليك في حاجه، ده بني ادم، مش انت اللي هتقدر تاخد حقك منه، انت اللي هتقدر
تشوف حقك بعينك قصادك. حاجة دي بالذات اللي ظلمك بقصد، دي حاجة بإيد ربنا بس، هو اللي يقدر يجيب لك حقك، هو اللي يقدر يريح قلبك، إذا كان في الدنيا وإذا كان في الآخرة. أنا ما بقولش إن هو هيجيب لك حقك دلوقتي أو هيجيب لك حقك وأنت شايفه بعينك، لا، ممكن يكون حقك ده ربنا مأجله للآخرة. طيب إذا كان ظلمك غصب عنه، إذا كان ظلمك بقصد، أنت ليك يد، خلاص أنت سامحت اللي ظلمك غصب عنه، واللي ظلمك بقصد أنت مالكش يد في إنك أنت تاخد حقك، لأنك أنت حتى لو خدت حقك في الدنيا يبقى أنت كده ارتكبت غلط، برضه هتقعد مكتئب عليه، لأنك أنت أساسا ممكن تكون شخصيتك مش الإنسان ده، أنت شخصيتك طيب ومسامح وكريم، فلما تاخد حقك في الدنيا من شخص ظلمك هتقعد برضو مكتئب، هتقعد برضو متضايق، ان انت ممكن تكون عملت حاجة وحشة في حد، ممكن يكون هو نفسه عمل حاجة وحشة فيك. سامح اللي ظلمك، لانه مش بايدك، مش بايدك انك انت تغير. سامح نفسك، سامح الوقت، سامح اللي ظلمك. الترس لما يجي يلف مش هيقف عند حاجة، الترس هيفضل يلف، مش هيقف عند حاجة، مش هتقعد متضايق، مش هتقعد مكتئب، مش هتقعد حزين بالأيام على أسباب أو حاجات حصلت زمان وتراكمت عبر السنين وما زالت بتفتكرها وما زلت بتتضايق وما زلت بتكتئب في حاجة ملكش يد فيها، حصلت وخلاص. حبايبي، الزعل مش بيحل حاجة، الاكتئاب مش بيحل حاجة، الهم والحزن اللي بتلبسه لنفسك في حياتك اليومية أو في زعلك التراكمي اللي احنا لسه قايلين عليه مش بيحل حاجة ومش بيفيد حاجة. عيش حياتك مبسوط، عيش حياتك فرحان، ولو مش مبسوط وفرحان عيش حياتك راضي، وإن شاء الله ربنا يهدي سرك. ومع فريدة ربنا يهدي سرك.